هاي الطريقة ألذ وأسهل وأطيب طريقة للبرك. إذا جربتوها رح تعتمدوها وما رح عندي نصف كيلو طحين خاص بالمعجنات، بيطلعوا تقريبا 3 كاسات وربع بالأكواب المعيارية. الطحين بنخله بعدين بقيسه بالكاسات، وفوقهم ضفت ملعقتين كبار نشا، وفوقهم ملعقة كبيرة سكر ونصف ملعقة صغيرة ملح، ملعقتين كبار سمنة، 3 ملاعق كبار زيت. فيكن تخلوا كل الكمية زيت، لكن طعمة السمنة كتير طيبة بالعجينة. قلبتن كتير منيح مع بعض، وآخر شي ضفت كوب مي سخنة 250 ميلي، يعني المي هون عندي قبل درجة الغليان بشوي. بعجنهم كتير كتير منيح مع بعض. طبعا بما انه المي سخنة فالعجن بيكون كتير سهل وما بيعذب ابدا. طبعا العجينة اذا حسيتوها كتير كتير ناشفة وعذبتكم بالعجن ضيفولها شوية مي، واذا كانت كتير بتلزق بالايد كمان بنضيفلها شوية طحين. عجنتها كتير منيح لحتى صار بهذا القوام. اخذت معي تقريبا عجن ربع ساعة. اذا بالعجانة يا دوب 7 دقايق 8 دقايق بتكون جاهزة. بريحها نص ساعة لحتى ما تشد معي وقت الشغل. بعد ما ترتاح باخد جزء من العجينة برقه على شكل مستطيل، بحط الحشوات بهذا الشكل. رح استخدم من الحشوات اللي حضرتها بالفيديو اللي قبل هاد، رح احطلكن رابط بصندوق الوصف. مثل ما شفتوا قلبت العجينة على بعضها، وبحاول اضغط عليها بايدي كتير منيح بهذا الشكل لحتى تلزق العجينة على بعضها منيح. اصلا هي العجينة بتلزق على بعضها بكل سهولة وما بتعذب ابدا، وحلاوتها كمان انه ما بتلزق بالايد وما بدها طحين للفرد لانه فيها نسبة زيوت كبيرة، وبطرف الشوكة بظبط الشكل من الاطراف. وبعمل عجينة خفيفة مي وطحين، وبدهن فيهن البرك بهذا الشكل، وبرش عليهن حبة البركة. هذا الخليط عملته بس لحتى تلزق حبة البركة بالبرك. بقليهم بزيت حامي محطوط على نار متوسطة، وبس تتحمر البرك بهذا الشكل بشيلهم. حاولوا وقت تقلوا برك تكون محشية جبنة أو لبنة تقلبوا البرك بالزيت أكتر من مرة لحتى ما تطلع الهشة من قلبه. شوفوا القرمشة غير شكل. طعمة العجينة فيها نكهة السمنة والسكر مع الملح، طعمتها فوق الخيال. وما تنسوا ترجعوا تجربوا الحشوات